إذا كنتي بتحبي أكلات الرز لازم تجربي الرز الأوزبكي. بصراحة أنا جربت وقعت بغرامة لهالأكلة، واسمحوا لي بالغ شوي وقلكن إنه فازت على كل أكلات الرز المتداولة واللي منعرفها وبنطبخها دائما. مكوناتها سهلة، طريقة تحضيرها سهلة، والطعم كتير طيب. طنجرة على النار، حطيت كمية من السمنة وممكن تحطوا زيت. نزلت بصل مقطع لجوانح، بس لا تعملوا مثلي وتقللوا بصل، كتروا لأنه طلع طعمه بالأخير كتير طيب. نزلت أنصاف كوسة لحتى تحمرت، كمان رفعتها. ونزلت الجزر مقطع لأصابع طولية لحتى أخذ لون، ورفعته من الطنجرة. بعدين نزلت اللحمة، أنا استعملت لحمة غنم ومقطع راس عصفور. قلبتها وحطيت لها مطيبات صحيحة، عود قرفة، ورق غار، وكبش قرنفل. تركتها على نار هادية لحتى تستوي نص استوى. بعدين رجعت عليها البصل، الكوسة، والجزر. ونزلت كوب من الحمص المسلوق مستوي على الآخر. بعدين حطيت قرفة، فلفل أسود، وحطيت المي المغلية وتركتهم على النار، يعني شغلة ربع ساعة لحتى أضمن إنه اللحمة استوت. نزلت كوبين ونص من الرز البسمتي المغسول ومنقوع. حطيت فلفل أسود وبابريكا، وزدت بعدين بهار حلو. وبعدين زبطت الملح وحطيت مي مغلية. وكنت رح أنسى الثوم، حطيت راس ثوم غمرته بقلب الرز وعلى نار هادية لحتى يستوي. زينت بشرايح اللوز. بصراحة طعم ولا أطيب من هيك. قدمت جنبها لبن زبادي. بس الأكلة طلعت غرام، لازم تجربوها، ولا تنسولي اللايك للفيديو.